دول اكتر اختراعات اتطلبت مني الفتره دي، البانينو والتشيز كيك ستيك بالفستق. فتعالى نشوف مين اختراع ومين في الضياع. ما يطلبه المشاهدون اكتر اختراعين اتطلبوا مني الاسبوع ده البانينو والتشيز كيك ستيك. فتعالوا نشوف كل واحد فيهم اختراع ولا في الضياع. يلا بينا. واول واحد بالجيلاتو عند كوبري المرغني. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا باول واحد معانا. عرفناه ان صاحب المكان ايطالي. عرفت تتكلم ايطالي يا زومبي؟ فرانسيسكو توتي لوكا توتي. ستوب يا ابني، ايه القرف ده؟ بالجيلاتو بيقدم جيلاتو ايس كريم طعمه حلو قوي. اخترنا احسن فليفر كريمه دورو، بيتحط جوه عيش كايزر يخش التوستر بعد كده يتغرق بالشوكولاته. اوه شنو هذا؟ البانينو سعرها 90 جنيه. بسم الله. خش بقى، خش بقى. البانينو حلوه بس هي شكلها احلى من طعمها. الاكسبكتيشنز بتاعتي كانت اعلى بكتير، بس الايس كريم عندهم طعمه عالمي، والايس كريم اللي اخترته حلو قوي. حلوه بس مش اختراع. نخش على التاني. وتاني واحده التشيز كيك ستيك من سيموز، موجود في جولدن سكوير في التجمع. هو تشيز كيك ستيك بتحطها في فليفر انت عايزه. احنا اخترنا بيستاشيو. بالله فود ريفيور توب. سعرها 120 جنيه بالبيستاشيو. حلو قوي. بس التشيز كيك مش عارف يحطوها في فريزر تقريبا، يعني في حته كده سنه متلجه، بس طعمها جامد، طعمها جامد قوي. حلو قوي. اختراع. دي اختراع يا جماعه. ففي نهايه الفيديو التشيز كيك ستيك البيستاشيو اختراع. البانينو طعمها حلو قوي، بس يعني كنت حاسسها ممكن تكون احسن من كده، او يمكن عشان انا طلبتها تشوكلت وهي تشوكلت. لو جبتوها فانيليا تبقى احلى. واكتبوا لي اجرب ايه تاني. سلام.